أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم فيديو جديد مع كريم نور. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هيبقى فيديو دسم جدا جدا، خصوصا للناس اللي بتتعلم انجليزي، بالذات للناس اللي بتتعلم انجليزي لوحدها. ولكن لو انت بتاخد كورس اوف لاين، الحاجه اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده هتعلي الليفل بتاعك او هتعلي المستوى بتاعك بطريقه انت ممكن تكون مش مستوعبها اساسا. ولكن البوينت الصغيره اللي هنتكلم عليها في الفيديو بتاع النهارده هتساعدك بطريقه غير طبيعيه في الانجليزي. اوكي، قبل ما نتكلم عن الحاجه اللي هنتكلم عليها النهارده، خلينا نتكلم نظره سريعه كده على الانجليزي. اي لغه في الدنيا عموما يا صديقي من جاست الانجليزي بتتكون من 4 مهارات. اتكلمنا الحاجات دي في فيديو قبل كده مخصص، سيبوا لك هنا، ولكن احنا هنتكلم نظره سريعه. ال4 مهارات اللي بتتكون منها اي لغه في العالم: listening, speaking, writing and reading. قراءة، كتابة، استماع، تحدث. أي لغة في الدنيا بتتكون من ال4 مهارات دول. أنت علشان تتعلم اللغة لازم تتعلم ال4 مهارات. يعني أنا بالنسبة لي مش شرط تتعلم ال4 مهارات كلهم، على حسب الشغل بتاعك. يعني أنت مثلا لو الشغل بتاعك إنك بتتكلم مع ناس، فمهارة مثلا الكتابة لحد ما مش هتبقى مهمة جامد بالنسبة لك. ولكن عشان الإنجليزي لغة أولى، وعلشان الإنجليزي مهم ودايما بنتكلم في الإنجليزي وأهمية الإنجليزي وليه لازم تتعلم إنجليزي في الوقت ده والكلام ده، فإلى حد ما لازم يبقى عندك مستوى حلو في كل مهارة. يعني حاول إنك مش تركن المهارة خالص، لا، إنك تتعلم البيزكس بتاعتها، إنك تتعلم الأساسيات بتاعتها، علشان لو لا قدر الله فيما بعد اتحطيت في موقف احتاج انك تتعامل بالمهاره دي ما توقفش وتتعامل بيه. اوكي، زي ما قلنا الانجليزي بيتكون من 4 مهارات، واتكلمت انا في فيديو مخصوص ازاي تتعلم انجليزي واهميه الانجليزي، والحمد لله بننزل محتوى مهتم بالانجليزي. فلو انت مهتم انك تتعلم انجليزي لوحدك مع نفسك، سبسكرايب في القناه، وممكن تاخد جوله في القناه، هتشوف يعني في شويه حاجات حلوه في القناه ما تقلقش. اوكي، زي ما باين من الكابشن بتاع الفيديو، النهارده هنمسك مهاره القراءه. هنمسك مهاره معينه، هنمسك مهاره بعينها من ال4 مهارات، وهي مهاره القراءه. انك تقرا. انا بتكلم عموما ان القراءه مهمه، القراءه مهمه لحياتك، للمنتاليتي بتاعتك، واتكلمت في اكتر من فيديو ليه القراءه ممكن تغير حياتك، ممكن تغير العقليه بتاعتك، التفكير بتاعك، الناس اللي انت بتتعامل معاها هتتغير لما تقرا، وهكذا. ولكن في الجزء بتاع النهارده او في الفيديو بتاع النهارده انا عايز اكلمك على مهاره الانجليزي او مهاره القراءه في الانجليزي. انك تقرا بالانجليزي هتساعدك بطريقه مش معقوله. الطريقه اللي تقرا بيها والكتابين اللي انا هقول لك تقراهم في الفيديو بتاع النهارده، لو قريتهم بالطريقه اللي انا هقول لك عليها باذن الله صديقي والله العظيم بعد الكتابين دول هتحتاج انك تقرا كتب تاني، لانك هتحب القراءه، زائد انك هتستفاد بصوره مش طبيعيه جدا. الليفل بتاعك في الانجليزي هيعلى بصوره مش طبيعيه جدا لما تطبق الطريقه اللي انا هقول لك عليها تقراها في الفيديو بتاع النهارده. وانا اخترت لك كتابين، وبالنسبه لي دول ابسط كتابين او اهم كتابين بدايه تعلمك للانجليزي. حاول انك تقراهم، يعني حاول انك لو مش معاك الماتيريال بتاعهم حاول انك تنزلهم PDF وتقراهم، لانهم هيفيدوك بطريقه مش طبيعيه زي ما انا فادوني. اكيد يا صديقي هيفيدوك. اول كتاب هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده ذا ماونتين از يو. الكتاب ده لحد ما تنميه بشريه. انا مش معترف بحته التنميه البشريه، لان الموضوع انك تسمع حاجات حلوه، تسمع محتوى كويس، محتوى بيساعدك انك تطور من نفسك، ده ما اسموش تنميه بشريه. ده بيساعد بجد، يعني مش عشان تنميه بشريه والشغل اللي هو ما بيحسسنيش بالشغف، او اللي هو بسمع الكلمتين بروح بنساهم والكلام ده. لا، انا الحاجات دي بتفرق معايا جدا، ونصيحتي ليك يا صديقي حاول انك دايما تسمع للناس دي. الناس دي هتفيدك بصوره مش طبيعيه. طيب، الكتاب بنظره عامه بيحاول انك يخليك تحل مشاكلك، او بيحاول انك تخليك دايما تبص لنص الكوبايه المليان، انك تبص للحاجه الحلوه اللي في حياتك، ازاي تحل مشاكلك، ازاي تعدي الصعوبات اللي في حياتك، ازاي تصحح او ازاي تحل المشاكل اللي في حياتك. طيب، انا ليه اخترت الكتاب ده؟ بصريح العباره يا صديقي، انا اخترت لك الكتاب ده لانه مبدئيا صغير، يعني كماتيريال او كورق صغير، حلو جدا. احلى ما فيه ان اللغه بتاعته لغه بسيطه جدا، لغه مبسطه. الفوكاب اللي فيه او الكلمات والجمل اللي فيه مش كلمات معقده، مش حاجات طبيه، او مش كلمات بتكره الانجليزي علشانها، لا. معظم الكلمات اللي في الكتاب ده او معظم الجمل والمواقف اللي في الكتاب ده متعارف عليها، يعني كلمات معروفه جدا وكلمات مشهوره جدا. يعني مش هتحتاج انك تترجم معظم الكلمات اللي انت داخل عليها، لا، معظم الكلمات والجمل اللي في الكتاب ده والكتاب الثاني برضه كلمات بسيطه، بالتالي انت بتقرا هتحس انك فاهم او فاهم حاجات كتيره من الكتاب، فده هيديك بوش انك تكمل وهيزيد ثقتك بنفسك اكتر. ده اول كتاب. ثاني كتاب هو اسمه يو ار ا بادست. ده ليفل اعلى من اللي فات، يعني ده كويس جدا جدا. انا فاكر الكتاب ده قريته تقريبا من 3 سنين يمكن، او من 2 او ممكن يكون من 3، بس كتاب حلو جدا. كتاب زي ما قلت لك نفس النسخه اللي فاتت، صغير في الحجم بتاعه او في المساحه بتاعته. الكلمات بتاعته بسيطه جدا، الصفحات بتاعته صغيره، مش زي القواميس والكلام ده، لا. احلى ما فيه ان هو لما تقرا فيه وتحاول انك تقرا فيه هتحس انك بتدي ثقه لنفسك اكتر، لان زي ما قلت لك الفوكاب اللي فيه او الكلمات والجمل اللي فيه حاجات بسيطه، حاجات بنستعملها في حياتنا اليوميه. الانجليزي معظم الكلمات اللي فيه حاجات بسيطه جدا، حاجات تحس انك عارفها وانك اتعلمتها او انك شفتها قبل كده. يو ار ا بادست. طيب يا صديقي، الطريقه اللي هكلمك عليها ازاي تقرا بيها في الفيديو هي يا صديقي انك تقرا بصوت عالي. لما تقرا بصوت عالي، القراءه بصوت عالي بتلمس مع الليسننج بتاعك، يعني انت بتقرا بصوت عالي ودانك بتسمع انت ازاي بتقرا انجليزي. فيما بعد انت مش هتخاف او مش هتبقى مرعوب انك تتكلم انجليزي، لان انت اوريدي يعني ودانك خدت على ان لسانك بيتكلم انجليزي عادي جدا. وبتلمس برضه في حته انك القراءه بتاعتك يعني انت ممكن بعد فتره توصل لليفل انك بتقرا زيك زي اللي هم من اهل اللغه، بتلاقي نفسك بتقرا سريع. فحته انك تقرا بصوت عالي، يعني حاول انك
تقعد في اوضتك او بتاع، مش صوت عالي اللي هو تزعج والكلام ده، لا اللي هو حاول انك ودانك تسمع الصوت اللي انت بتقراه بلسانك. دي اهم حاجه. ثاني حاجه زي ما قلت لك ان الكتابين دول اللغه بتاعتهم مبسطه جدا، ولكن اكيد علشان انت بتتعلم انجليزي او بتتعلم اللغه هيجاب لك في الكتاب او هيجاب لك في الصفحه اللي انت بتقراها كلمات ما تعرفهاش. فالى حد ما يا صديقي حاول انك الكلمات اللي ما تعرفهاش 3 4 5 6 كلمات حاول انك تسيرش عليها وتعرف معناها. ومش شرط كل الكلمات تترجمها، في كلمات هتحس ان هي محوريه في الصفحه وان هي مهمه جدا في الصفحه وهي اللي هتبين معنى الصفحه بتتكلم عليه، وهتحسها غريبه عليك اللي هو اول مره انت حرفيا تشوفها كلمه لا انت لازم تعرف معناها. هتلاقي كلمه كده بتشدك انت لازم تعرف معنى الكلمه دي. ببساطه شديده جدا يا صديقي هتمسك الكلمه وتسيرش عليها بجوجل ترانسليتر او يو ديكشنري او اي حاجه انت بتستعملها، هتخش تسيرش عليها وتشوف الكلمه دي معناها ايه. ولو يا صديقي انت مهتم جدا بموضوع اللغه او عايز تتعلم لغه حرفيا يعني جامد، حاول انك تكتب الكلمات اللي انت وقفت معاك دي في نوتس خارجيه، في كراسه خارجيه تكتب الكلمات اللي وقفت معاك. الموضوع ده هيساعدك جدا جدا، وبعد فتره تيجي تراجع عليها الفوكاب بتاعتك او حصيله الكلمات عندك بتكبر بصوره مش طبيعيه بمناسبه القراءه دي. اهم في القراءه وزي ما قلت لك الجزء اللي انا كلمتك عليه انه بيزود حصيله الكلمات اللي عندك، بيزود معاني الكلمات والكلمات الانجليزي اللي عندك. هتلاقي في جمل تعجبك مثلا في الكتاب تاخدها في نوتس بره كده كايديمز او كجمل كده ومثلا تعملها في حياتك، تقولها في يومك في حياتك وكده. في كتب كتيره جدا طورت من مستواي يعني، وكتب محتوى جميل محتوى راقي علت معي التفكير بتاعي. ولكن يا صديقي احنا عشان في بدايتنا ان احنا نتعلم انجليزي حاول انك تقرا الكتابين دول. لو معكش الماتيريال بتاعهم نزلهم بي دي اف، حاول انك تقراهم بي دي اف. زي ما قلت لك احلى ما فيهم ان الفوكاب بتاعهم بسيط وسهل، هيديك دفعه انك تكمل انك تتعلم انجليزي، مش معقد مش هيجرفك يعني من الانجليزي من الاول. بس يا صديقي اهم حاجه انك تطبق الطريقه اللي انا قلت لك عليها للقراءه. طبق الطريقه دي يا صديقي وباذن الله بعد ما تخلص الكتابين دول هتلاقي عندك في حصيله كلمات حلوه جدا كتيره جدا، هتلاقي نفسك حلو، القراءه حلوه، الريدنج او مهاره القراءه عندك اتحسنت، لا في تطور في المستوى، لا انا بقيت اقرا اسرع. يعني في البدايه تحس نفسك بتقرا كلمه كلمه، ولكن بعد فتره في اخر الكتاب مثلا تلاقي نفسك انت بتقرا الجمله كلها مثلا في نفس واحد. ده هيديك بوش انك تكمل وانك تسعى انك تتعلم انجليزي. بس انا كده خلصت في اخر الفيديو، يا رب صديقي تكون استفدت. في اخر الفيديو عايز اقول لك thank you very much for watching and see you soon يا برو. سبسكرايب بقى وفعل خاصيه الجرس. باي.